أو رئيس هيسيطر على أوروبا بالكامل، وأوروبا هتسيطر على العالم كله، لا روسيا ولا أمريكا. في الضيقة العظيمة هيظهر نبيين، والنبيين دول ما هماش شخصين، هم الايه؟ مجموعة من الشعب بيمثلوهم موسى وإيليا. موسى رمز للناموس، هيشرح الناموس، وإيليا رمز لمين؟ للأنبياء، فيشرحوا الناموس والأنبياء ويشرحوا لهم إن الناموس بيتكلم عن المخلص. اللي هيعملوا كده هيتهانوا، واللي هيقبلوا إيمانهم هيتهانوا. تسألني سؤال، طب أنت ليه دلوقتي بتقول إن دي وإن كان للتلاميذ إن نستفيد فيها في عهد النعمة، ليه بتقول دي في آخر الأيام؟ لأن في الآية 23 يقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يعني هيبتدوا يبشروا أول ما تيجي الضيقة العظيمة وهي قربت جدا، هيبتدوا هم يبشروا اليهود، واللي هتنفتح عينيهم زي التلاميذ ال 12 وهيبشر بيقول لهم أدهى الملكوت، الملك جاي، يعني الملك جاي. فهيبشروا في أورشليم، هيبشروا في السامرة، هيبشروا في تل أبيب، هيبشروا في بيت لحم، هيبشروا في الناصرة، هيبشروا في كفر نحوم، هيبشروا في كل مدن الجليل ومدن الشمال. لكن قبل ما يخلصوا المدن دي تبشير هيكون المسيح ايه؟ هيكون المسيح جاي. ادي الآية اللي بتحل المعضلة، اللي هي بتقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يبقى إذن هذا الإصحاح بيتكلم كنبوة عن الأيام الأخيرة. هيحصل إيه؟ نبدأ من آية 19. بيقول قبلها تساقون أمام ولاة وملوك. ليه؟ لأن اللي هيسيطر على العالم الوحش الروماني، وحش خارج من البحر، ملك أو رئيس هيسيطر على أوروبا بالكامل، وأوروبا هتسيطر على العالم كله، لا روسيا ولا أمريكا. واشمعنى أوروبا؟ لأن المسيح في مجيئه الأول كان اللي بيسيطر على العالم الدولة الرومانية. الدولة الرومانية انقسمت ل10 دول، اتشتتت وما قامت لهاش قايمة. كانت العاصمة بتاعتها روما. هيطلع واحد هيجمع الدول دي كلها ويخليهم بفكر واحد وبرأي واحد ويخضعوا له، وهيحل الأزمة الاقتصادية للعالم بالكامل. وانت عارف اللي يتملي بطنه يجري ورا اللي ملاله بطنه ويخضع له. مش قالها المسيح يسوع لما جم قالوا له وحشتنا فينك مش باين؟ قال حق أقول لكم لأنكم أكلتم فشبعتم لذلك تطلبون اعملوا للطعام الباقي لا للطعام البائد. يبقى إذن هنا دي نقطة أساسية ودي معروفة إلى يومنا هذا. يعني لو رحت للشعب ده بره وقلت لهم في اجتماع درس كتاب مقدس تعالوا، يا ترى كم واحد هيجي؟ نشكر ربنا العدد كبير. لكن لو قلت الكنيسة ذبح عجلين وشوياهم واللي عايز ياكل تعالى شوف لو لقيت الحوش البراني فاضي ولا حتة فاضية كله يجي، وده ما خدش وده ما خدش. الطعام البائد هيسعى ليه الوحش. الوحش ده روماني هيتحد بيه رئيس إسرائيلي ديني من سبط الهارون كهنوتي، وهيقول عن الوحش ده هو الله المتجسد، هو ده المسيح. ويخلي يعمل في الهيكل، هيبني لهم الهيكل. الوحش ده هيبني لليهود الهيكل، وسيسلم اللي هيقبلوا الإيمان، هيسلم الأخ أخاه إلى الموت. طب ليه الأخ أخاه والأب ولده ويقوم الأولاد على والدهم هم؟ لأن اللي هيقبلوا الإيمان الفيزا اللي تحت الجلد هتتلغي،
لا يعرف ياكل ولا يشرب ولا يتجوز، فيقول لك ده احنا هنمشي ونقبل المسيح ويتخرب بيتنا؟ لا، ابعد عننا عشان نحتفظ نأكل نفسنا. عايز تروح ورا المسيح روح يرموك في السجن، لكن ما تاخدناش في الرجلين. يعني مش كله هيقبل، مش كله هيقبل. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والدهم ويقتلوهم. والدهم ليه؟ لأن أب قبل المسيح وعايز يعيش حلو، يجي ولده ما يقبلش المسيح يقول له أنت كده هتشيل الفيزا من البيت. ما اللي ما ياخدش الفيزا دي اللي تحت الجلد اللي هي 666 العلامة بتاعتها، لا يقدر يصرف فلوس ولا ياكل ولا يشرب ولا يتجوز ولا يعمل أي حاجة. يعني دول يشحت، ما هي يشحت؟ لا، نسلم أحسن. وتكونوا مبغضين، يعني مرفوضين من الجميع من أجل اسمي. ودلوقتي ظهرت العلامات بتاعتها. ناس كتيرة بيكرهوا أي واحد يمشي في سكة ربنا، أي واحد، وبيبتدوا دلوقتي يدوروا إزاي يطلعوا إن الكتاب المقدس ده مش صح، والكتاب المقدس كله أخطاء، والفكر الإلهي ده فكر أي كلام، وده احنا نوع من التخلف، ونحن ناس في التقدم. صورة عظيمة. وهو قالها لنا: لعله عندما يأتي ابن الإنسان ثانية هل سيجد الإيمان على الأرض؟ ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. احنا زي ما قال القديس يوحنا في الرؤيا: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وملكوت المسيح وإيه؟ وصبره. لسه هنروح ملكوت المسيح ومجده. إن صبرنا هنتمجد، لأنه إن لم نتألم معه لا يمكن أن نمجد معه. متى طردوكم من هذه المدينة اهربوا إلى الأخرى. ليه بيقول لهم اهربوا إلى الأخرى؟ عشان تقدروا، لأن الوقت مقصر، تقدروا تكملوا مدن، لأن بشارة الملكوت لازم يكرز بيها. انتوا روحوا وقولوا للناس، وانا قلت لكم قبل كده في اول الاصحاح: ان رفضوكم حتى التراب انفضوه وقولوا تركناه. عشان كده اهربوا الى الاخرى، فان الحق اقول لكم الوقت مقصر، لان كلها 3 سنين ونص ويجي المسيح. في الفترة دي 3 سنين ونص، من اول الضيقة، من اول ما وحش يستلم لغاية هي 7 بس مبتدأ الأوجاع دي ما فيهاش مشاكل، بس الضيقة العظيمة هي دي اللي فيها المشاكل كلها. ومتى طردوكم من هذه المدينة اهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل. قبل ما تكمل مدن إسرائيل تبشير، ده بيتكلم عن اليهود، هيجي المسيح. طب وبالنسبة للعالم؟ بالنسبة للعالم يكرز بالبشارة الملكوت في المسكونة كلها، ده عن طريق النت. وصلت كلمة ربنا حتى في البيوت اللي ما بيدخلهاش الكتاب المقدس، وصلت كلمة ربنا. وابتدى يقول لنا: طب ليه يا رب تسيب لنا المرار ده؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، ولا العبد أفضل من سيده. إذا كانوا عملوا بالعود الأخضر كده، طب العود اليابس اللي هو أنا وأنتو؟ إذا كان العالم أبغض يسوع، تفتكر العالم يبغض يسوع ويسوع فيا ويضرب لي تعظيم سلام؟ استحالة، استحالة. يكفي أن التلميذ يكون كمعلمه. عندك استعداد تبقى زي معلمك؟ تموت على خشبة العار. العبد زي سيده. السيد كان بيغسل رجلين عبيده أولاده. إذا كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل زبول فكان بالحرية أهل بيته، يبقى إذن هنا بيودع: فلا تخافوهم، ما تخافوش منهم. ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. يعني إيه؟ يعني أنت اطلع وبشر، وهتدفع عمرك، ودفعك لعمرك هتحفظ عمرك. أقولها لك تاني: هتدفع عمرك هتحفظ عمرك.
الذي أقول لكم في الظلمة. كلمة في الظلمة هي ترجمها المترجم هنا في الظلمة، لكن هي خفاء. الذي أقول لكم في الخفاء ألوف النور، والذي تسمعونه في الأذان نادوا به على السطوح. وده اللي عملوه ال12. شفتوا في الضلمة بطرس عمل ايه؟ قال ما اعرفوش ولا اعرف الراجل اللي انتوا بتتكلم عن مين؟ يسوع الناصري انت من تلاميذه؟ قال له ولا اعرفه. جم ابتدى يحلف، جم ثالث مرة ابتدى يقول لك يستاهل الصلب، اصلبوه عشان ينقذ نفسه. ده في الظلمة. لكن في النور لما أشرق الروح القدس على التلاميذ، وقف بطرس وعظ عظة انضم للكنيسة 3000 نفس. عشان كده لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. كل اللي يقدروا يعملوه الشياطين والناس الأشرار يقدروا يقضوا على جسدي، ما لهمش حاجة غير كده. الشيطان ليه سلطان على جسدي؟ أيوه، لأن جسدي تراب، وهو خد سلطان لما وقع آدم على بطنك 90 وترابا تأكلين. طب ممكن الشيطان يضرب أجساد القديسين؟ أيوة، بولس يقول أعطيت شوكة في الجسد، جاء ملاك الشيطان علشان يلطمني، خد شوكة في الجسد. واخد اللي بالكم؟ والجسد بصحته بمرضه أساس الريح للتراب، يعني مهما حافظت عليه. عشان كده يقول لك من يزرع للجسد، يعني اللي حافظ على جسمه وجسده بس ده هيحصد فساد، لكن من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. الضيقة العظيمة هتأتي على إسرائيل، على يعقوب، يقول عنها الكتاب ضيقة يعقوب. والضيقة العظيمة اللي هتأتي على يعقوب هتجتاح إيه؟ العالم كله، بس هيبقى مركزها إسرائيل. وبيقول لو لم يقصر الله تلك الأيام لا يخلص جسد. ما فيش جسد هيخلص يا أحبائي. القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل، القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل. إيه اللي بيبين إن هذا الإصحاح بيتكلم المسيح فيه بيشاور على مش عهد النعمة، عهد ما بعد النعمة، عهد الضيقة، إن قال لهم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. في هذا الإصحاح يعني أنا اتكلمت وقلت إن سفر الرؤيا سفر رمزي، فلما يجي يقول إن النبيان أو الزيتونتان اللي جايين، الزيتونتان دول رمز مش لموسى وإيليا، ولا رمز الأخنوخ وإيليا، لكن هي رمز الناموس موسى والأنبياء. يعني في مجموعة هتنفتح عينيها على المسيح وهتؤمن بيه. وروح اقرا في سفر زكريا، يبكون عليه كما تبكي على وحيدها، يبكوا عليه. ويقول كل عشيرة تبكي لوحدها، عشيرة شمعي، عشيرة داوود، عشيرة نسان، كل العشائر، رجال يبكوا على حدتهن والنساء يبكوا على حدتهن. فمجموعة كبيرة دي لما هتنفتح عينيها على المسيح، طبعا في الوقت ده الوحش هيكون بنى لهم الهيكل. الوحش ده روماني، روما هتسيطر على العالم، مش روما اللي هي إيطاليا، روما اللي هي أوروبا كلها هتسيطر على العالم، لا أمريكا ولا روسيا، روما هي اللي هتسيطر على العالم. وليه؟ لأن الأرض اللي كانت مسيطر عليها الرومان ساعة ما جه في المجيء الأول وأهنوه، هم اللي هيحضروا مجيئه التاني ويمسحهم ويحطمهم زي ما بيحطم بعصا الخزف. عشان كده هنا يا أحبائي نلاحظ إن هيبني لهم الهيكل، هيبتدي بالسلام، لكن في نفس المدة هينقض عهده. هيطلع نبي من مصر، متصور لي راجل كاهن أو رئيس كهنة هيمسك الرئاسة، يعني رجل ديني هيمسك الرئاسة في إسرائيل،
وهيقول على هذا الوحش ان ده هو الله الظاهر في الجسد، ويعمل له تمثال في الهيكل ويخلي الناس تسجد له. طبعا اليهود المؤمنين والغيورين ممنوع يسجدوا لاي تمثال. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ماء. ففيه البعض هيرفض، فدول اللي هيبقوا يتبهدلوا ويهانوا، وهم دول اللي هيطرحوهم 3 أيام من غير ما يدفنوهم، لكن بعد 3 أيام ونص هيجوا. ما لابد أن يكون عن قريب. عن قريب دي دلوقتي ليها قد إيه؟ ليها 2000 سنة ولسه ما حصلتش، لأن الزمن بالنسبة لله يختلف على بالنسبة للبشر. بالنسبة لله يوم ك1000 سنة، و1000 سنة كيوم واحد. إيه معنى الكلام ده؟ يعني ممكن ربنا لما يوعد بيوم ممكن يتممه في 1000 سنة، وممكن حاجة تتعمل في 1000 سنة يعملها ربنا في يوم واحد، لأنه هو فوق الزمان. يعني في آية بيقولها لإسرائيل عشان يرجعوا في آخر الأيام، يقول لهم لحيظة تركتك وبمراحم كثيرة أتعهدك. عارفين اللحيظة دي كام دلوقتي؟ 2000 سنة. فكلمة قريب يعني خليك مستعد، لأنك لا تعرف اليوم ولا الساعة. وبعدين كلمة عن قريب دي فيها فايدة لينا. تقول لي ليه ما قالش لما يكون بعد زمن، بعد أيام طويلة؟ لأن أصل قريب مرتبط بيها باتجاهين. إيه هو الاتجاهين؟ الاتجاه الأول إنه يجي وياخدني، والاتجاه الثاني إن أنا أروح له لغاية عنده. يعني نفترض افتراض إن المسيح هيجي سنة 3000، سنة 5000، إيه رأيك؟ تقول طب ده الوقت براح، وانت عمرك فاضل لك فيه 3 دقايق، يبقى فرصتك في ال3 دقايق. ال2000 سنة اللي فاضلين مالكش فرصة. ففرصتك طول ما انت في الجسد، لكن يوم ما تخرج من الجسد انتهى الحال. ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. تقول لي طب وأمن نفسي ازاي؟ اقول لك تأمن نفسك وقول لي يا ترى انت هتنتقل في سنة كام او في سن كام؟ ايه هو سن الرنج للموت؟ من 70 ل80، ولا من 60 ل70، ولا من 40 ل50، ولا من 90 ل100؟ تقول لي لا ملهاش رنج. ليه؟ اصل في ناس ماتوا في ال80، وفي ناس ماتوا في ال70، وفي ناس ماتوا في ال50، وفي ناس ماتوا في بطون امهاتهم، وفي ناس ماتوا 30 و20 و3 سنين و5 سنين. يبقى ملهاش رنج. بس لها علامه. ايه هي؟ المرض. في ناس صحتها احسن من صحتي وسافرت، وفي ناس مرضت وسافرت، وفي ناس بقمه صحتها وسافرت. يبقى اذا احنا لا نعرف موعد السفر، يبقى لازم نقول في استمرار لان الوقت قريب. وقريبا بينوا. كلمة بينوا يعني وضحوا. ده التوضيح اللي جاي في السفر كله. مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. خلي بالكم، العهد القديم كله من التكوين لملاخي أعطي بواسطة ملائكة، وده قالها بولس الرسول إنه أعطي بواسطة ملائكة. أما العهد الجديد من متى لغاية يهوذا ده أعطي بواسطة الروح القدس الساكن فينا مباشرة. أما سفر الرؤيا عشان سفر نبوي فأعطي بواسطة ملاك. يعني يعتبر إن من تكوين لملاخي والرؤيا إضافة ليهم دي أسفار نبوية. دي أسفار نبوية. أدي كلمة مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا، يري عبيده لعبده يوحنا. وعلى فكرة يوحنا بيقول لنا أنا أخوكم وشارككم في الضيقة بعد كده. وكلمة يا عبد يوحنا يعني يوحنا اللي خاضع خضوع كامل لهذا العمل. يوحنا ده بيمثل
في الوقت ده شعب إسرائيل اللي هيرجع في الأيام الأخيرة. وكأن سفر الرؤيا مكتوب للضيقة العظيمة، مش مكتوب للكنيسة، رغم انه فيه الاصحاح الثاني والثالث كله تاريخ الكنيسة، لكن من اول الرابع هيبتدي يوضح لنا الضيقة العظيمة اللي هو بيقول عنها الكتاب ضيقة يعقوب. مين يوحنا ده؟ الذي شهد بكلمة الله. امتى يوحنا شهد بكلمة الله؟ شهد بكلمة الله في 3 رسائل: يوحنا الأولى، يوحنا الثانية، يوحنا الثالثة. يوحنا الأولى وضح لينا ارتباط اللاهوت بالناسوت توضيح كامل. يوحنا الثانية كانت عبارة عن رسالة للكنيسة الممثلة في شخصية كيرية المختارة. الكنيسة كيرية السيدة المختارة، الكنيسة اللي اختارها. يوحنا الثالثة ممثلة في غايس، رمز للروح القدس، يعني كأن رسالة اتكتبت للروح القدس، ورسالة اتكتبت للعروس، ورسالة اتكتبت لتصحيح التعليمات الخاطئة اللي حصلت في أيام يوحنا، لأنه هو آخر الرسل انتقل. وضح لنا الإيمان الكامل. يبقى ده شهد بكلمة الله. غايس، كلمة غايس يعني معين، يعني معزي. أرسل إليكم غايس معزيا آخر. ولما تقرأ رسالة لغايس تلاقيه كأنه بيوضح لنا الروح القدس هيعمل إيه، وكرية الكنيسة مطلوب منها تعمل إيه. وفي آخر سفر الرؤيا يقول الروح والعروس، الروح القدس اللي هو غايس والعروس اللي هي كرية يقولان تعالى، وكل من يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليقبل، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. بيوضح لنا الكلمة دي. ادي كلمة يوحنا شهد بكلمة الله في 3 رسائل. طيب، وبشهادة يسوع المسيح في الانجيل بتاعه، يبقى كتب 3 رسائل شهد بكلمة الله. وبشهادة يسوع في انجيل يوحنا اللي هو في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. وكمان وبكل ما رآه سفر الرؤيا، يعني كأن بيوضح لنا ان يوحنا ده كتب 4 حاجات. كتب الرسائل ال3 عشان يشهد بكلمة الله، كتب انجيل يوحنا دي شهادة يسوع المسيح، رأينا مجده مجدا. كل ما رآه اللي هو سفر الرؤيا قال له اكتب ما رأيت بكل ما رآه. طوبى، ابتدى السفر الوحيد اللي يكتب طوبى، يعني يا بخت للذي يقرأ. مجرد ما تقرأ طوباك، ما تفوتش سفر الرؤيا. ليه؟ أصل الشيطان بيحاول يشغلك ويلهيك بالعالم، لكن سفر الرؤيا هو اللي بيفكرك بأن العالم ده ضايع وفاني وهيروح. متمسك ليه فيه بديك واسنانك. بتعجبني كلمات البابا شنودة المتنيح: قل لمن يبني بيوتا ها هنا أيها الضيف لماذا أنت تبني؟ قل لمن يزرع أشواكا كفى هو نفس الشوك أيضا سوف تجني. قل لمن غنى ورقص، قل لمن غنى على الأهواء هل في مجيء الموت أيضا ستغني؟ يعني يا ترى اللي بيغني وبيتنطط، يا ترى لما يجي لك الموت هتغني؟ يا اللي بتبني بيوت على الأرض والأرض محفوظة بالكلمة عينها إلى حريق النار، أي أناس يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة يا أحبائي. تصور كده ساكن في بيت قايل للسقوط، والدولة أمرت بإخلاء البيت، اخرجوا منها يا شعبي. البيت هيقع والناس كلها ابتدت تعزل، وانت الشقة بتاعتك بين يوم وليلة هيقع البيت وهتضيع الشقة، وراح تجيب لي ورق حائط ووقف تلزق ورق الحائط في البيت. بتعمل ايه؟ عايز اجمل الشقة بتاعتي، ما رايحة. هتجمل ايه؟ ماذا ينتفع الانسان
لو ربح العالم كله وفي الآخر خسر نفسه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون. يعني لازم انت كإنسان تسمع. اقرأ واسمع، يعني اقرأ واحفظ الكلام. اقرأ واسمع أقوال النبوة واحفظ ما هو مكتوب فيها. كلمة احفظ يعني قول له خبأت كلام سفر الرؤيا في قلبي لكي لا أخطئ إليك، لأنه مكتوب لأن الوقت قريب. وده البرنامج بتاعنا، الوقت قريب. كانت السلام في الكنيسة الأولى، السلام كانوا يقولوه باللغة اليونانية ماران آسا. ماران يعني الرب، آسا يعني آتي، يعني جاي، الرب جاي. ماران آسا دي اللغة اللي هم بيكتبوها. بعد ما قدم لنا المقدمة الجميلة دي، ابتدى يقدم لنا التحية. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا. هو السفر خاص باليهود لكن مقدم للكنيسة. ليه؟ لأن اليهود رفضوه وقال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. احنا اللي قبلناه. احنا ممثلين في 7 كنايس. وعلى فكرة كلمة آسيا يعني ناشفة، يعني صعبة، يعني عالم موضوع في الشرير. وال7 كنايس دول كانوا في آسيا الصغرى جغرافيا اللي هي تركيا الآن. ال7 كنايس. والروح القدس لما اختار ال7 كنايس لم يكن يقصد ال7 كنايس، لأن الله ليس له 7 كنايس، ليه كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. بس هذه الكنيسة ستمر ب7 مراحل، وهنشرح المراحل ال7 من يوم حلول الروح القدس لغاية ما المسيح يسوع يجي ياخد كنيسته. ودول موجودين وهنقراهم بالتفصيل، وكل مرحلة من المراحل ال7 في الإصحاح الثاني والثالث، بس أنا بنوع عنهم دلوقتي. نعمة لكم وسلام. بيقول للكنيسة نعمة لكم وسلام. نعمة من مين؟ من الكائن الذي كان الذي يأتي. مين الكائن؟ من اللاهوت، الآب، من الآب. نعمة لكم أيوة وسلام، لأن عشان النعمة عطية مجانية، وإحنا خدنا اللي عمله المسيح مجانا ودفع ثمن باهظ. دفع فيا الدم الغالي وأنا كان ثمني رخيص، وبقيت على قلبه غالي وأنا كان ثمني رخيص. نعمة لكم وسلام يتكلم على الله الجالس على العرش، عن الآب، من الكائن الذي كان الذي يأتي، ثم ينتقل للروح القدس ومن ال7 أرواح التي أمام عرشه. إيه كلمة ال7 أرواح التي أمام عرشه؟ هو ربنا ليه 7 أرواح؟ لا، ربنا ليه روح واحد بس بيشتغل ب7 اتجاهات. الاتجاهات كتبها الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 11 آية 1 و2. تلاقي الروح القدس فيه 7 اتجاهات. أول اتجاه قبل ما يتكلم قال إيه؟ يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. طب ليه ما قالش يخرج قضيب من جذع داوود؟ مش هو ابن داوود؟ أيوة ابن داوود، بس ليه قال من جذع يسة؟ أصل داوود لما اتولد من يسة في بيت لحم، لكن لو المسيح اتولد من داوود يبقى هيتولد في اورشليم في مكان المملكة. والمسيح لما اتولد ما اتولدش في اورشليم، اتولد في بيت لحم
وأنت يا بيت لحم أفراتا. فكلمة من جذع يسى يعني هو الملك زي المسيح زي داوود كان اتولد من يسى، البلد القرية الضعيفة الحقيرة الصغرى، وأنت يا بيت لحم لست الصغرى، ده قرية ملهاش اسم وسط المدن والقرى المدن الكبيرة، لكن طلع منها داوود وفضل يتنقل وكان راعي غنم. فالمسيح برضه هيطلع من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، ودي الأصول يعني من بيت لحم، يحل عليه روح الرب. روح الرب اللي هو الروح القدس، اسمه روح الرب نمرة 1. نمرة 2 روح الحكمة. نمرة 3 روح الفهم. نمرة 4 روح المشورة. نمرة 5 روح القوة. نمرة 6 روح المعرفة. نمرة 7 روح مخافة الرب. يعني كأن أشعياء بيقول لنا ال7 أرواح، يعني روح الله هيشتغل ب7 اتجاهات. الاتجاه الأول روح الرب يسود علينا. روح الحكمة الروح الذي فيكم يعطيكم حكمة ومعرفة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها. روح الفهم هو اللي بيفهمنا كلمة ربنا. الروح يذكركم ويعرفكم بكل شيء، يفتح فهمنا. روح المشورة لأنه هو اللي بيقودنا، بنقول له أنت امسك الدفة وقودنا يا روح الله بروح رئاسي عضدني. روح القوة هو اللي يدينا القوة، اللي فيكم أقوى من اللي في العالم. روح المعرفة هيفتح عينينا على الله، لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الآب الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. روح مخافة الرب يعني حط جوانا مخافة الرب، ودي من البداية الحكمة، رأس الحكمة مخافة الرب. لكن ال7 أرواح الروح القدس وإن كان بيشتغل ب7 اتجاهات، أيضا بيشتغل ب7 أعمال فينا. في المعمودية يعطينا الولادة، وفي الميرون يعطينا التثبيت، وفي التوبة والاعتراف يعطينا المغفرة، وفي التناول يعطينا الشبع، وفي مسحة المرضى يعطينا الشفاء، وفي سر الزواج يعطينا التقديس، وفي الكهنوت يعطينا الإرشاد والقيادة. ادي معنى كلمة من الكائن الذي كان الذي يأتي الله الآب، اللي هيجي في شخص المسيح لما يجي يدين العالم. من ال7 أرواح التي أمام عرشه الروح القدس اللي موجود في وسطينا. ومن يسوع المسيح الابن عمله المخلص، الشاهد الأمين البكر من الأموات. خلي بالكم، يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات. خلي بالكم كلمة شاهد، شهد بإيه؟ شهد بمين هو الله. أكتر واحد في العهد القديم كتب حاجات عن المسيح وعن المخلص وعن الخلاص، عارفين مين؟ أشعياء، سموه النبي الإنجيلي. عارفين أشعياء قال إيه في سفره؟ قال له حقا أنت محتجب يا إله إسرائيل. معقولة أشعياء؟ قال مش قادر أعرفه. موسى وضع الناموس، قال له وريني مجدك، قال له لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. لكن جه المسيح ويقول عنه يوحنا ورأينا مجده مجدا. الآب لم يره أحد خط، لكن جه المسيح الذي يأتي اللي هو إن ظهر لينا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد اللي في حضن الآب هو خبر بإيه؟ عرفنا مين هو الله، إيه هي محبة الله، إيه هو مجد الله، إيه هو خلاص الله. آدي معنى كلمة الشاهد. وبعد كده يحط الأمين. ليه أمين؟ لأن كل واحد من الأنبياء الذي أرسلهم الله ما كانوش أمنا بالدرجة الكاملة. أيوة كان عندهم درجة أمانة، لكن الجميع زاغوا وفسدوا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لدرجة إن عروس النشيد
لما جت تقارن المسيح بالأنبياء قالت عنه إيه؟ كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. أنا شرحتها في سفر النشيد. هو تفاح، تفاح جت رائحته تفوح، وتفاح جه شكله أبرع جمال من بني البشر، وتفاح يا إنه يشبع ويروي ويغذي، أعظم ثمرة، لدرجة إن الناس لما افتكروا إن الشجرة دي اللي اشتهتها حواء وكلت منها إنها تفاحة، يقول لك تفاحة آدم، لكن هي ما كانتش تفاح، ده هو المسيح كالتفاح اللي اتعلق على خشبة الصليب عند شجرة التفاح. شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. هو تفاح. طب مين شجر الوعر؟ يعني ايه شجر الوعر؟ يعني الشجر خالي الثمر. ده مين هم؟ البنين، مش الأشرار ولا الناس، البنين. يعني حط الأنبياء جنب المسيح. أنا هحط لك اتنين. المسيح واقف في التجلي، في واحد اسمه موسى، ده عظيم الأنبياء، وفي واحد اسمه إيليا، ده ملتهب الأنبياء، ده واضع الناموس وده بممثل الأنبياء، وكأن ممثلين الناموس والأنبياء اتحطوا جنب المسيح. إيليا نبي عظيم جدا، وموسى جنب نبي أعظم، لكن لما يتحطوا جنب المسيح يبقوا شجر وعر، كالتفاح بين شجر الوعر. لدرجة إن بطرس قال له عايزين نعمل لكم 3 مظال، أنت البرنجي، أنت النمرة 1، وموسى نمرة 2، وإيليا نمرة 3. ده الترتيب. موسى أعظم من إيليا، لأن إيليا كان بيحترم موسى وعرف الله عن طريقه، وموسى هو اللي قدم لنا الناموس، بس أنت فقت على الكل. السماء رفضت، قالت لا، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولما فاقوا لا لقوا موسى ولا لقوا إيليا. طب ليه موسى شجر الوعر وليه إيليا شجر الوعر؟ عارفين ليه؟ هقول لكم. نمسك موسى الأول. لما الشعب قال له يا ناكل لحمة يا احنا نرجع يا نرجمك، ماذا قال لموسى لله؟ قال له هو أنا حملت الشعب ده عشان يعملوا فيا كده؟ اقتلني، بيقول لربنا اقتلني لكي لا أرى بليتي، اقتلني لكي لا أرى بليتي. معقول يا موسى ربنا اللي قال لك اكتب الوصايا ال10 وقال لك لا تقتل ربنا يقتل؟ لغاية دلوقتي مش فاهم تقول له ربنا اقتلني؟ يا ريت كان قال له خد روحي، بيقول له اقتلني لكي لا أرى بليتي، لأن الشعب تذمر عليه وحس إن الموضوع هيفلت منه. طب إيليا لما إيزابل قالت له في 24 ساعة هتكون روحك مع روح اللي قتلتهم، ماذا قال لإيليا لله؟ قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، خذ روحي لست خير من أبائي. يعني ده بيقول له اقتلني وده بيقول له خذ روحي. والمسيح الوسطاني يقول يا الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها؟ الصبغة ألا أصطبغ بها؟ عشان كده بيقول إن يسوع شاهد أمين. وهنا هقف عند الآية دي، ونحب الرب وعشنا نبتدي نتكلم عن ليه قال البكر من الأموات. الله يبارك حياتنا، يحفظنا في الإيمان، يعطينا أن نعيش المسيح يسوع، يعمل فينا وبنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى